السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بس بعقب على مسلسل ولاد الشمس، مقطع تاني. المسلسل يا جماعة يعني من المميزات اللي فيه برضو ان هو يعني الناس اللي بيمثلوا اللي هم بتوع دار الايتام والاطفال الصغيرين كأنهم يعني ناس طبيعية جدا، مش جايبين ناس يقوموا بدور كومبارس وكده. ده من جمال برضو المسلسل، الامر يعني لوجيك جدا جدا. بلس دور الولد اللي هو ابن فرح يوسف اللي هو عايز يتجوزها احمد مالك عشان هي اكبر منه في السن. دور الولد ده سواق توك توك. الولد طبيعي جدا، عنده حوالي 16 سنة، اقسم بالله تحس ان هو من الحارة تحت عندنا في الشارع. يتشاور له تركب التوك توك بتاعه. مش بقى اللي هو بقى بيعمل دوره وبيتكلم وليه مساحة، فان هو لازم يكون امور بقى وكده وشكله منمق تماما. فدي من ضمن الحاجات اللي كانت عجباني جدا في المسلسل، إن هي حاجة موضوع طبيعي جدا. سواء التوك توك والولد ابن فرح يوسف بيتكلم وبيمثل وهو شكله عادي جدا، يعني بنشوفه في الشارع. تحس ان ده طبيعي ولا بجد، ده ولا ده ممثل بتاع توك توك شكله باين عليه. آه فده من ضمن الحاجات الجميلة في المسلسل، الأمر طبيعي جدا. حتى أطفال الملجأ بيدي مساحة إن الموضوع طبيعي، مش لازم يبقى ممثلين منمقين بالورقة والقلم. فبجد شابوه لشادي، المخرج شادي عبد السلام. وفي برضه هو بس في ديفو واحد بس في المسلسل، يعني حتة بالعقلية، يعني ان الولد اللي هو سواق التوك توك ده المفروض ان هو كان عندهم مشكلة او مهمة، فهيروحوا في منطقة جاردن سيتي عند فيلا معينة، والتوك توك مستنيهم على اول الشارع، يعني هاوي يعني. توك توك هيخش منطقة جاردن سيتي. المنطقة دي اصلا كلها فيها سفارات وفيها يعني مكان واوي يعني، من الطبقة العالية. فازاي توك توك واحنا عارفين اماكن تواجد التكاتك فين بالظبط يعني؟ فازاي يخش منطقة جاردن سيتي واماكن كلها سفارات وفلل؟ فده اللي ما عجبنيش خالص. لكن المسلسل كله على بعضه واو، بجد مسلسل اولاد الشمس. انا حبيت اقول لكم الكومنت بتاعي. سلام عليكم.